ده هنعمل مع بعض أقوى وصفة على اليوتيوب، يعني أقوى خلطة للحمام، يعني حاجة كده هتنسف معاك التقلصات والجير وكل اللي انت شايفاه والمنظر البشع اللي انت شايفاه ده. أنا سِبت الحمام بالشكل اللي انت شايفاه ده عشان خاطر أعمل النتيجة وتنبهروا بيها في الآخر، يعني سِبته لحد ما جاب آخره، وشوفوا بقى النضافة واللمعان في الحمام، حاجة رهيبة. مكونات هنعملها مع بعض بسيطة جدًا، هتخلّي الحمام يرجع معاك جديد من تاني. لو أول مرة بتشوفيني تشتركي في القناة تنوري قناتي، ويا ريت اللايك حلو منك كده فضلا وليس أمر اللايك عشان هو اللي بيرفع القناة، يعني ما تبخليش عليا باللايك. وكمان لو تعليق حلو منك كده وردة أو زهرة أو أي حاجة تعليق حلو منك، ويا ريت تقولي لي أنت بتتابعيني من أنهي بلد، وأقول لك تعالي بقى الخلطة الرهيبة، خلطة للحواض وخلطة للبوتاجاز وخلطة للسلستين وخلطة للرخام. عايزة أقول لك الخلطة اللي هنعملها دي فظيعة، مسافة ما ترش كده بس وتمسحي هتلاقي كل حاجة لمعت معاكي، بجد خلطة جبارة. يعني أنا باحب أعمل خلطات كده على بعض وأشوف الفكرة بتاعتها بتنجح معايا أقوم منزّلاها على طول على اليوتيوب، يعني أجرّبها الأول عندي وأشوف لو نجحت بانزّلها، ما نجحتش باوقّف التجربة خالص. في حاجات كده مشّي معايا خطوة بخطوة وتابعي الفيديو للنهاية. وقولي وداعًا لشِرا المنظفات من برّه تاني، المنظفات الغالية إن كان باور أو فلاش أو أي نوع أنتِ بتستخدميه، قولي وداعًا لأي منظفات تاني. بُصّي أنا ركنتها بس حوالي ربع ساعة، الحاجات اللي مستعصية معايا أوي أو الحاجات الصعبة، تركني المادة اللي إحنا هنعملها مع بعض دي وتركنيها ربع ساعة و5 دقايق كده و10 دقايق، وهتلاقي كل حاجة لمعت معاكِ، حنفيات وحواض وبوتاجاز. عايزة أقول لِك حيطان المطبخ نفسه من جوّه ومن برّه، مسافة ما ترُشّي الرشّة هتعملي كل حاجة في ثواني ومن غير أي مجهود. معايا كوباية مَيّة، أنا الأول معايا لتر ونُص من المَيّة، هاخد منها كوباية من المَيّة، وعايزة وعاء كبير كده عشان أبتدي أعمل فيه الخلطة بتاعتي وآخد براحتي خالص فيها المكونات بتاعتي. معايا كوباية من المَيّة، هاضيف عليها معلقة من ملح الليمون، أنا معايا ملح ليمون ومعايا دي النشادر، أول حاجة هابتديها مع بعض النشادر، دي كانت معلقة النشادر بتاعة البسكوت أو بتاعة الحلويات. عايزة تستغني عن النشادر يا ريت تستغني عن النشادر وممكن تستخدمي بقى كربونات الطعمية أو الحلويات. دي كانت النشادر موجودة عندي حبيت أجرب بيها، ودي تاني تجربة أجرب بيها الحمام، بصراحة ادتني نتيجة حلوة جدًا، جدًا، جدًا. النشادر مع ملح الليمون مع الكربونات كانت مدياني نتيجة في الأول تحفة. الحاجة اللي ضفتها المكون اللي أنا ضفته في الآخر ده هاقول لكم عليه إضافة سريعة كده على الإضافات اللي إحنا هنحطها دلوقتي. دلوقتي حطيت ملح ليمون، حطيت نشادر، وحطيت حوالي ربع كوباية من الخل، خل الطعام العادي، دي خلطتنا. يبقى كوباية من المَيّة دوبت فيها كوباية من ملح ليمون، دوبت فيها معلقة كبيرة من النشادر البسكوت أو الحلويات، ومعايا بقى أي منظف أو أي سوايل عندِك للمنظفات. بريل أي منظف أنتِ بتغسلي بيه أو بتحبيه، ده من المنظفات باللتر، يعني مش باعمله للحمام، مش باجيب بجودة عالية أوي كده، لأ أي منظف عادي ده اللي بيتباع باللتر ده الرخيص، باستخدمه للحمامات أو باستخدمه للمنظفات اللي أنا باعملها معاكم، إن كانت في غسيل الملابس أو في غسيل الحمامات. ومعايا كوباية بقى أضيفها، الكوباية دي بقى أضيفها إزاي؟ أنا كده استخدمت لتر ونُص من المَيّة، يعني لتر ونُص من المَيّة. أنتِ حابة تكتري في الخلطة زودي برضه في الكميات اللي إحنا هنعملها مع بعض، يعني لتر ونُص من المَيّة ضِفت عليها كوباية ونُص كوباية من الصابون السائل. يا ريت تزودي برضه في الصابون السائل لأن حسيت إن الرغوة قليلة معايا، كنت حابة إن أنا أزود كمان كوباية من الصابون السائل، يعني زودي برضه في التجربة دي زودي فيها كوباية صابون سائل تاني. معايا المكون السحري والمكون الجبار، الصودا الكاوية أو الصودا آش أو كربونات الصوديوم، صودا كاوية، في ناس كتير بتقول عليها صودا كاوية، دي بتتباع من عند العطار كمية كبيرة جدًا ب5 جنيه، بتعمل معايا ناسف أو عامل رهيب في النضافة. يعني المكون ده كمان بيعملوا بالصابون أو البوتكس صابون البوتكس أو المادة اللي بيعملوا بيها الصابون. حطيت معلقة ودوبتها كويس جدًا، جدًا، ورجعت لورا عشان الكوباية تبقى سخنة معايا وتطلّع أبخرة. عايزة أقول لِك بقى أنصحِك بحاجة دي يعني نصيحة كده أخوية، إن أنا حطيت النشادر مع الصودا الكاوية، ما حبيتهاش لإنها طلّعت ريحة نفاذة جدًا، يعني التجربة دي حبيت أقول لكم عليها بأمانة، يعني بلاش، يعني بانصحكم إن أنتم لو حطيتوا الصودا كاوية بلاش النشادر اللي أنا حطيتها في الأول، لإن طلّعت ريحة نفاذة جدًا، أنا ما حبيتش الريحة بتاعتها، ريحتها نفاذة، يعني يا ريت تستبدلي النشادر مكانها الكربونات. طالما حطيتِ صودا كاوية استبدلي مكان النشادر كربونات،
عشان ريحتها بس كانت نفاذة شوية. لو ممكن مستحملة الريحة أو الناس اللي ما بتعانيش من الصدر أو كده، ممكن تكمل عادي الخلطة بتاعتها. بُصّي الإزازة دي بقى هاستخدمها في كل حاجة، والبخاخة طبعًا هاستخدمها في غسيل البوتاجاز أو المطبخ من جوّه ومن برّه كده بالبخاخة اللي إحنا هنعبيها دي، أعبي منها إزازة للبخاخة وأعبي إزازة للحمام، وكمان إزازة للغسيل الملابس. يعني شوفوا بقى أنا هاعبي كمية كبيرة جدًا من المنظف اللي إحنا هنعمله. هو منظف قوي جدًا، بس ريحته كانت نفاذة جدًا بسبب النشادر مع الصودا القوي. يعني أنا بانصحكم بلاش تشيلوا النشادر وتحطوا مكانها كربونات. أنا عملتها قبل كده كانت معايا فظيعة النشادر، بس ما كنتش ضايفة صودا كاوية أو صودا قاش أو حجر تسليك المجاري، في ناس كتير بتقول عليه حجر تسليك المجاري. أنا عبيت الإزازة دي وابتدي بقى أخرمها كده بمسمار كده سخن أو بمفك، وابتدي بقى أروح بيها على الحمام، وأرش على الحمام بقى على كل المناطق اللي بقى مضايقاني واللي فيها اتساخات كتيرة جدًا، وأرش عليها. أنا خلاص عايزة أوريكم العبوة بتاعتها. يعني أنا عملت كمية حلوة جدًا من المنظف القوي اللي إحنا هنعمله مع بعض، ومنظف جبار صراحة في غسيل الملابس وغسيل البوتاجاز والأرضيات وكل حاجة، والمطبخ من جوه ومن برّه. وكمان كنت عاملة معاكم منظف برضه قوي جدًا على القناة، لو حابين تشوفوه ممكن أنزله لكم على القناة. منظر يعني الحمام كنت سايباه لدرجة فظيعة جدًا عشان يديكوا النتيجة اللي في الآخر دي. يعني ما حبيتش أعمله وهو نضيف، لأ تقولوا ده كان نضيف، لأ، سِبته لحد ما يتسخ اتساخات رهيبة جدًا، 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 وابتديت أرُش بقى على كل المناطق اللي مليانة اتساخات وجير، وابتديت بقى بمقشة كده قديمة عندِك أو مقشة عاملاها للحمام، وتبتدي تنضفي كل الاتساخات الحمام بقى وكل الجير بيتساقط لوحده بقى. عايزة أقول لِك إن الكل ده بيتساقط، الحوض والحنفية بتلمع، وأي حاجة في الحمام بترجعها لِك جديدة من تاني. بجد يا رب يكون الفيديو عجبكم، وفيديو يا رب يكون خفيف على قلبكم كده، واشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله، ويا ريت ما تنسونيش في تعليق حلو منكم كده، وباي باي.